دعا المفكر الإسلامي محمد فتح الله جولان المسلمين في جميع أنحاء العالم للتنديد بالإرهاب والدفاع عن حقوق الإنسان في مجتمعاتهم وتعزيز التعليم الذي يراه ترياقا للمشاكل العالقة لدى المسلمين. جاء هذا في مقال افتتاحي نشر في صحيفة وول ستريت جورنال حث فيه جولان المسلمين على مواجهة الإيديولوجية الشمولية في الوقت الذي تواصل الدولة الإسلامية في العراق والشام مذابحها في منطقة الشرق الأوسط، وقال أن العنف الإرهابي الذي ينفذ باسم الإسلام يؤثر بعمق على جميع المسلمين، لذا فالوقت حان لتوحيد الجهود لمكافحة ما وصفه بالسرطان. يجب علينا نحن أصحاب الإيمان القيام بكل ما هو ممكن لمنع هذا السرطان من الانتشار في مجتمعاتنا، وإذا لم نفعل ذلك فإننا سوف نكون مسؤولين جزئيا عن تشويه صورة إيماننا. هذا وقدم الداعية الإسلامي 6 طرق لمكافحة الإرهاب الذي ارتبط باسم الإسلام، أولها نبذ العنف، لأن مصادر الإسلام الأساسية لا تترك أي مجال للمتطرفين لإيجاد أي تبرير ديني لأفعالهم الإرهابية. ولتحقيق ذلك دعا جولان الأصوات الإسلامية المعتدلة لإيجاد طرق مبتكرة لإسماع صوتها بدل الاكتفاء بإلقاء اللوم على وسائل الإعلام. وحتى في حالة الدفاع عن النفس في الحرب، العنف ضد غير المقاتلين ولا سيما النساء والأطفال ورجال الدين ممنوع منعا على وجه التحديد حسب القرآن والتعاليم النبوية الشريفة. كما طالب جولان المسلمين بتعزيز حقوق الإنسان علنا بوصفها أبسط القيم الإسلامية، مضيفا أن احترام التنوع هو جوهر الإيمان. ليس لأي فرد ولا أي زعيم سياسي أو ديني السلطة لينتزع حقوق الإنسان من شخص آخر. بالإضافة إلى ذلك أكد جولان على أهمية توفير التعليم الديني للمسلمين كأمر بالغ الأهمية لحرمان المتطرفين من الأدوات التي يستخدمونها لنشر العقائد المشوهة الخاصة بهم. عندما تمنع الحرية الدينية كما حصل على مدى عقود في أجزاء من العالم الإسلامي، يصبح الإيمان ينمو في الظل ويترك ليتم تفسيره من قبل شخصيات غير مؤهلة ومتطرفة. وأكد كذلك على دعم المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، وحث حكومات العالم إلى تجنب الوقوع في التصريحات والتصرفات التي تؤدي إلى تغريب المسلمين. التطرف لا دين له، والتيار العريض من المسلمين لا يؤيد العنف. وأخيرا اعترف جولان أن المهمة صعبة للغاية لاستعادة صورة الإسلام النقية، ولكنه أكد على ثقته بقدرة المسلمين على أن يكونوا منارة للسلام والهدوء في مجتمعاتهم.